في كأس العالم التقوا مرتين في تصفيات كأس العالم الأخيرة في المرحلة الأولى من التصفيات. ومحاولة الآن على مشارف في المنطقة تسديده. يأتي من يأتي، الأخضر دائما بكبرياء، الأخضر دائما بأسماء، الأخضر دائما بتاريخه. سميحان النابت يسجل ويضع الكرة في أول أهداف البطولة. استلم سدد بالقدم اليسرى. لا 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 لا، جميل جدا هدف سميحان بالذكاء والفطنة والدهاء. تعامل مع الكرة الماضية وسدد بالقدم اليسرى في الزاوية الصعبة على حارس المرمى سالم الهارش ليعطي الأخضر أول أهداف اللقاء. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه التسديدة صدمت أو يا دوب مرت شطفت على القائم الأيمن وسكنت ملعوبة السعودية الآن. لكن أيضا مدير عبد ربه يبعد الكرة والمحاولة الماضية. استلامات لاعب سعودي في أرضية الميدان، لا زالت الكرة مستمرة وقائمة. وصلت المحاولة وتسديدة خطيرة والهدف الثاني من جديد سميحان، لكن هذه المرة يحصل على ركلة جزاء. عبد الواسع المطري يتحدث مع سلمان فلاحي. هذه الكرة، هذه المحاولة، وهنا التدخل من الجديمة، من عماد الجديمة في هذه الكرة وهذه المحاولة. حاول في المرة الأولى مصعب الجوير وبعد ذلك سميحان النابت ياتي التدخل بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على قرار حكم المباراة. هذه خلاص ركلة جزاء، قرار سليم. انتظر، تأكدت الأمور، هي ركلة جزاء سليمة. يتقدم لها مصعب يسجله. الثاني للأخضر، الثاني بيقدم مصعب الجوير يسجل ويضع كرة في شباك الهارش ويعلن عن ثاني الأهداف. هنا الآن من علامة الجزاء يأتي هدف آخر للأخضر وبكرة في منتصف المرمى تقريبا. لم ينجح سالم الهارش في التصدي هذه الكرة، وهنا من علامة الجزاء. لا والله في الجهات اليمنى يسجل مصعب. وعشاد الكرة في أمارة، لعيب لكن الحلو ما كمل في اللقطة الأخيرة. راوغ حارس المرمى أحمد ماهر أحمد ماهر اللي بمهارة كبيرة راوغ نواف، لكن بعد ذلك الشباك خالية وهدف تاريخي كاد بأن يأتي للمنتخب اليمني. محاولة لقاسم لجامي بعد ذلك يبعد زبيدي نقلها عرضية. الكرة هارون إلى عبد الواسع تمريرة بالراس، والكرة بعد ذلك أيضا راحت المحاولة من ناصر محمدوم. فرصة ضاعت على المنتخب اليمني، فرصة بتضيع مرة أخرى على المنتخب اليمني. كرة بتعود الآن، محاولة عرضية خطيرة لكن تتخلص هذه اليمن. النسور هل تحلق في شوط المباراة الثاني؟ الكرة بالعرضية خطيرة والمتابعة لكن حارس المرمى شالها. تعود مرة أخرى لعماد تركت تمر إلى رمية تماس. عادت مرة أخرى لحمزة يحاول فيها سقوط في البرازيل، اللاعب اللي لعب الكرة الأخيرة. وهنا اللقطة الخطيرة جدا لولا براعة حارس المرمى مرة أخرى نواف العقيدي اللي يرفض هدف آخر للمنتخب اليمني، يرفض كرة بتعود الآن، محاولة وصلت هذه لسروري نقلها أمامية. الكرة العرضية من عبد الواسع، المحاولة مستمرة لكن أيضا الكرة تبعد. سميحان الأحمر وتمريرة مجسم مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي. الكرة العرضية لكنها راحت سهلة عند حارس السعودي. كرة بتعود الآن، محاولة خطيرة تسديدة لكن حارس المرمى يمسكها بكل ثبات. تركي العمار اللي أمسك الكرة الأخيرة بكل ثبات.
في اللقطة وفي اللعبة الماضية.